السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان جوزها مسافر، بقاله كام سنة، بس بينزل اجازات يعني وكده. فبتقول انا ساكنة في بيت عيلة، انا في الدور التالت وحماتي في الدور التاني. الاول اكل وشرب وهرجلة وبهدلة طول النهار، تطلع ايه على النوم هي وابنها. هي معاها ولد غير جوزي، ومعاها صبيان تاني بس متجوزين برا البيت. انا اللي متجوزة في البيت. وبتقول مفيش حاجة بيني وبينها، انا بقالي 5 سنين متجوزة ومفيش اي مشاكل بيني وبينها، وعندي بنتين والدنيا حلوة، بنزل اعمل لها اللي هي عايزاه واطلع ايه على النوم. فبتقول بقالي فترة كده. طبعا انا بسيب المفتاح في الباب بما ان مفيش حد غريب في البيت. طلعت مرة اجيب حاجة من فوق، لقيت اخو جوزي قاعد في الشقة. فبقول له ايه ده، في ايه؟ انت ايه اللي طلعك هنا؟ قال لها انا قاعد بعمل تليفونات وقاعد بتفرج في التلفزيون، هو في حاجة؟ قلت لا بس انت ما قلتليش يعني. قال لا بقول لك ليه، مش بيت اخويا وبيتنا؟ فبتقول نزلت قلت لحماتي، قالت لها بقول لك ايه، هو ضايقك في حاجه؟ قالت لها لا. قالت لها طب خلاص ما تسيبيه، ايه بعيد عننا وخلاص، وايه نخلص شغلنا وما تقوليش لجوزك عشان ايه ما يشدش واخوه كده. قالت لها طب ما هو هيشد يبقى عارفه ان ده غلط. قالت لها هو في ايه يعني، مفيهاش حاجه، سيبيه بس ايه عشان ما يقعدش يقرفنا ويزن علينا، سيبيه. فبتقول طبعا اضطريت ان اسكت، رحت جايبه البنتين معايا، انا بخاف برضه مفيش حاجه تضمن اللي من دول. فبتقول رحت جايباه، جايبه العيال ونازله في يوم. لقيت بعديها كام يوم برضو انا انزل من هنا وهو يطلع من هنا، واقول لحماتي ما ينفعش. تقول لي يا ستي اسكتي، كبري دماغك، يعني هو هيعمل ايه؟ طب ما انتوا عندكم شقه مقفوله ما يطلع فيه. اسكتي بس، فرحان بحاجه اخوه. طبعا الوضع ما عجبنيش. كان في مواعين في الحوض عندي، رحت الضلعه اغسلها وهو موجود، طبعا كنت مكسوفه ومحروجه. انا عايزه اخد راحتي انا وعيالي في بيتنا، انا بخلص حاجتي وبطلع، يعني مش بقعد اليوم كله. المفروض بعد المغرب مثلا هغسل المواعين واروق لها الشقه، هي تطلع شقتها وانا اطلع شقتي، اشوف بقى مذاكرة عيالي واحميهم واغير لهم ونقعد بقى بيتنا براحتنا. المهم لا، مفيش الكلام ده. رحت طالعة فجأة، انا والبنات قلنا خلاص بقى عشان نقعد نرتاح، لقيته نايم فوق. فرحت واخده العيال ورحت نازله، اتخضيت. رحت واخده العيال ونازله بقول لها الحقي ابنك نايم فوق. قالت لها طب وخلاص وايه يعني، خشي نامي مكانه انت والعيال. فقلت لها لا ما ينفعش، انا عايزه اطلع بيتي. قالت لها بس خشي بس، يعني هو ايه اللي هيحصل، ما هدومه وخلاص. فبتقول جوزي راح بيكلمني يعني بيسأل عليا، بيقول لي انت قاعده تحت ليه؟ بقول له اصل اخوك نايم فوق وما تقولش لامك. قال لها يعني إيه نايم فوق؟ قالت له نايم في الشقه. طول ما انا تحت هو قاعد في الشقه فوق بيتفرج على التلفزيون بيعمل مكالمات كده. قال لها يعني ايه يعني ما عندهم شقه؟ ازاي يعني يقعد يطلع في الشقه؟ قالت له ما اعرفش، وماما ما تقولش لامك عشان ما تنكدش عليا ومش عايزه وجع دماغ. بيقول جوزي ما كدبش خبر، راح متصل بامه وراح مزعق لها، ازاي ابنك يطلع ويحكر مراتي؟ مراتي عايزه تقعد في شقتها، مراتي وعيالي عايزين يطلعوا يقعدوا في شقتهم براحتهم. في ايه ابنك ايه اللي يطلعه؟ فبتقول له ايه يا ابني في ايه، قاعد في شقه اخوه مش جالات؟ انتوا عندكم شقه، بتحكروا مراتي وعيالي ليه؟ وهو ايه اللي يطلعه اصلا في شقه مراتي؟ ياما اللي انت بتعمليه ده غلط وعيب، خلي ابنك ما يطلعش شقتي تاني. فبتقول حماتي راحت مزعقالي واتخانقت معايا، هو ضايقك؟ هو عمل لك حاجه؟ انت شفتي منه حاجه؟ بتقول لها لا انا ما عملتش حاجه، بس انا وانا نايمه ما ركزتش، قلت لابنك بيقول انت قاعده ليه، ما هو شايف ان مش شقتنا. فبتقول راح هتعملي مشاكل بين الاخوات، انت خربت بيوت، انت اول مره ان انت تطول عليا، وانا مش عارفه اعمل ايه، اروح اقعد في بيت اهلي لحد ما جوزي يجي ويشوف لهم حل ولا اعمل ايه؟ بصي حماتك بجحة قوي يعني، واخو جوزك ده رزل قوي، ما دام عندهم شقه ما يقعدوا فيها، يعني هي دي شقه فيها عسل والتانية ما فيهاش، يعني مش شايفه فيها مشكله، يعني هم رزلين قوي يعني. وانتي ما تسيبيش بيتك، غيري الكالون وما تحطيش المفتاح في الباب، يعني انتي ما شاء الله ناصحه يعني، ما لقيتي عمل كده مره التانية تشيليه، ايه المشكله؟ واعملي حاجه حماتك بسرعه واطلعي على فوق بقى. طول ما انتي في الشقه انتي وعيالك مش حدش هيطلع في الشقه لحد ما تشوفي جوزك هيعمل ايه. وما دام جوزك اتكلم مره خلاص وانتي زني على جوزك، دي مفيش خراب ولا حاجه، انتي حماتك اللي بك هي وابنها. لكن ما تسيبيش بيتك، هتسيبي بيتك هيبقى درمغه. لا ما ينفعش تسيبي بيتك.
وبتقولي حماتك كويسه، ممكن هي بحسن نيه يعني مش في دماغها حاجه، بس فهميها ان ده اصولا غلط. ينفعش راجل غريب يطلع شقتي انا حاطه حاجه عامله حاجه مسويه حاجه، ما ينفعش. وانتوا عندكم البديل مش ما عندكوش. لكن دي بجاحة من اخو جوزك وحماتك. وانتي ما تسيبيش بيتك. وانتوا قلنا رايكم في الكومنتات ايه. وصلوا على النبي يا جماعه، والسلام عليكم. فيديو جديد بالله عليكم لايكات بقى. يلا سلام عليكم ورمضان كريم.